رسميا واخيرا نقل كفاله لا ينتقل معاه المقابل المالي، يعني اللي اقامته منتهيه جاي ينقل كفالته الى كفيل جديد، المقابل المالي راح تظل على الكفيل السابق. هذا اللي كان لازم يصير من اول. انا بنفسي تواصلت مع وزاره العمل وردوا علي بالرد اللي تشوفونه عندكم ادناه. الحمد لله هذا الشيء اللي كان لازم يصير من زمان. بالتوفيق. يا هلا وسهلا، كيف الحال؟ أبشركم الحمد لله اليوم صدر القرار اللي كلنا ننتظره على حر من الجمر. هذا القرار إذا عندك بلاغ غروب أو بلاغ تغيب على العمل، الآن تقدر تنقل كفالتك إلكتروني وبدون تدخل من أي أحد. كل المطلوب عليك الكفيل الجديد يدخل حسابه ዛሬ ደግሞ ይዤ የመጣሁት በባላቸው ላይ ባል ያገቡ እያንዳንዳቸው በባላቸው ወጪ የመጡ ናቸው። እነዚህ ኩላ ስም ዝርዝራቸውን አስቀምጣለሁኝ። አገራቸውንና ስማቸውን እየቀየሩ ሰፈራቸው ልጆች ጋር የፈለገው ቢሆን አይኖሩም እንዳይታወቅባቸው። አንደኛ አስካለ ሽፈራው አንጾኪያ መኮይ፣ ሁለተኛ ሉባባ ጨፋሮቢት ጭረቲ፣ ባሏ ጀማል ይባላል። አሁን ቂጧን አሟታል። ሳትፈራ ሳትጠረጥር የቂጥ ካንሰር ይዞኛልና ፍታይ ብላ ይዘዋለች ከየመን ጋ ወርዳ። ሶስተኛ ሰሚራ አባገብቹ አሰላ የትውልድ ሰፈሯ። አራተኛ ከንዚ ሐሰን ሙህየ ደሴ ዙሪያ ግንባ ሰኞ ገበያ። አምስተኛ ሽቱ እድሪስ ቡታጅራ። እነዚህ ሁሉም የሚኖሩት ጅዳ ውስጥ ነው። አላህ ያሳያችሁ።